دي ما كانش بيدخل. المية الشمال دي هي اللي ميتها داخلة عادي خالص وجاية من بره خالص من عند النصرانية. تمام. وهي دي المية اللي على الشمال دي اللي فيها سمك من يومها ومليانة سمك لحد النهاردة. اخواتي واصحابي وقرايبي وكل الصيادين المحترمين، احلى تحيه مني ليكم. طبعا يا جماعه زي ما وعدتكم، يعني ان انا هبدا انزل لكم فيديوهات على طول. فانا نزلت فيديوهين، اخرهم كان امبارح. فيديو كان تاني يوم العيد، اللي هو فيديو الميه اللي هي موجوده في علي سلامه المداريه دي. تمام. بصوا يا جماعه، انا في حاجه عايز اطلبها منكم بعد اذنكم، عشان انا يعني والله العظيم انا على قد ما بقدر بحاول اقدم لك المعلومه، لكن المعلومه ديت في ناس كتير قوي مش بتوصل لها المعلومه ديت. مش عيب مني انا على فكره، انا عايز انوه على حاجه بس. انا والله العظيم كل كلمه بقولها في الفيديو او في اي فيديو بتبقى مهمه، صح؟ حتى لو كتبت حاجه على الشاشه بتبقى مهمه. فانت ليه تجري الفيديو؟ والله ما هي فكره انك تشوف الفيديو لاخره، هو كده كده اصلا انا عندي الحمد لله بيتشاف لاخره، بس مش كل الناس طبعا بتشوفه. تمام. الناس اللي مش بتشوفه دي بتسالني اسئله وساعات ممكن تغلط. يعني انا مش عارف، يعني واحد غلط فيا امبارح بيقول لي وديتنا يمين وديتنا شمال ومش عارف ايه وكلام من ده. يعني مش عايز اقول هو قال ايه، يعني انا قصرت في ايه يعني؟ طيب انا وصفت لك من عندي كوبري علي سلامه، وقبل الفيديو ما يبدا قلت الناس اللي اول مره تروح او اللي مش ما راحتش قبل كده تستنى، صح ولا لا؟ والناس اللي هي متعوده على المكان تروح وتبدا من عند علي سلامه، بحكم ان هي اصلا متعوده انها تروح فعارفه المكان، يعني عارفه دخلت علي سلامه. تمام. انا لما قلت الناس اللي هي ما راحتش الاول مره دي يا جماعه، قلت علشان انا خايف عليهم، ناس غريبه جايه اول مره وناس جايه من بعيد وجايين في وقت صعب. يعني بعد رمضان ما بيخلص الناس بتبقى شرقانه عايزه تطلع تصطاد، مش هممها بقى الطريق وحش، مش هممها في مطره، مش هممها العربيه هتتكسر. الناس دي عايزه تروح وخلاص. بس الناس اللي رايحه لاول مره وجايه من بعيد ممكن يكون فيهم ناس كبار في السن، حرام حتى العربيات بتاعتهم برضو تتكسر. فعشان كده انا قلت الناس اللي لسه ما راحتش بلاش. انا قلت كده خوفا على الناس، هو انا خسران حاجه يا جماعه؟ طب انا ممكن اوصف لك ميه في قلب المزارع والميات اللي انا عارفها كلها، ويلا روح انت حر بقى، اعمل اللي انت عايزه، بس انا بقدر الامكان مش عايز اضرك. فانت تسيء ليا ليه؟ انا ما عملتلكش حاجه يعني. وبعدين انت بتقول لي دوختنا وفين الوصف؟ طب ما انا الوصف في الفيديو، انت ما شفتش الفيديو للاخر ليه؟ انا عايز افهم انت ليه ما شفتش الفيديو للاخر. تمام. ليه ما سمعتش كل كلمه بقولها وانا بقول في الفيديو؟ كلام مهم بيتسمع، ده لازم يتسمع لانك هتنفذه. امشي وراه، انا مش هضلك، انا مش هضرك، انا مش هضحك عليك عمري. تمام. انا مش عايز منك حاجه والله غير دعوتك، مش عايز منك حاجه وانتوا عارفين الكلام ده. يلا الحمد لله. في الفيديو ده انا هكلمكم برضو في منطقه علي سلامه. بصوا يا جماعه، منطقه علي سلامه دي عشان تبقوا واصله معاكم، يعني المنطقه دي انا قلت هتاكل ليه في الفيديو اللي هو اول اللي قبل بتاع المره اللي فاتت. تمام. فمش هكرر تاني. فاحنا بنقول المنطقه ديت زي ما تقولوا كده ايه، مستصاغه لكل الناس زي الدولي بره، بس الدولي بره على الطريق، فكان سهل للناس اللي هي بتكهرب الميات انها تخش الكهرب والمروه ده والمروه ده والكلام ده كده. ماشي. وكمان نوعيه الميه مختلفه شويه عن الميه اللي في منطقه علي سلامه. خلاص. فعلي سلامه معروفه للناس، اسم معروف، اي حد اسمه علي سلامه او علي سلامه. تمام. مع ان علي سلامه دي بتبدا من الكوبري الثاني لحد الكوبري الثاني، يعني الكوبري الثاني من على الدولي لحد الكوبري الثاني اللي هو يعني ميه النمل في منطقه علي سلامه. الجزء ده كله اسمها ارض علي سلامه، بس هي عشان بيت علي سلامه والعيله والمسجد بتاع علي سلامه فعند الكوبري الرابع، فهي دي علي سلامه. لا، علي سلامه كل دي. تمام يا جماعه. فبعد اذنكم انا بركز معاكم على المنطقه دي شويه عشان خاطر بس كده ايه تاخدوها نزهه اليومين دول. بعد كده بقى انا هوديكم في اخر الدنيا، بس انتوا روحوا بس. خلاص. هكلمكم على ميه في علي سلامه. الفيديو يا جماعه رقم 3 فاكرينه؟ بتاع في اول القناه اول ما اشتغلتها، الفيديو رقم 3، الميه اللي في علي سلامه اللي بره. الميه دي يا جماعه السنه اللي فاتت عشان تبقوا عارفين في اول الموسم كانت الميه ديت على الارض. الاول هم 3 ميات، ميه عند الجامع المهجور،
وميه بين وميتين بينهم طريق. تمام. الميه اللي عند جامع المهجور دي اتلغت خلاص، انسوها. طيب الميتين بقى اللي هم بنخشهم بقى بينهم طريق دول، وانت داخل ميه على يمينك وميه على شمالك. الميه اللي على يمينك كانت ملغيه، او معنى اصح كانت ناشفه، فضلت ناشفه يا جماعه لحد شهر تقريبا 8-9 كده يعني، فضلت فاضيه. تمام، او 7. المهم فضلت فاضيه معظم الموسم، وبدات تتملى ميه تاني، بس اتملت ميه وما كانش فيها سمك كتير، كان السمك بيخش لها من جوه مش من بره. تمام، بس السمك اللي فيها شويه. خلاص انا جربتها كذا مره وعثرت في سمكه تقيله كده، بس برضه هي ما فيهاش السمك اللي تقعدك عليها. الميه اللي على الشمال دي اللي كانت شغاله وكانت 10/10/10. جت في اخر الموسم حسيت ان في حاجه مش مظبوطه كده في الميه، هل هم صفوها، هل هم عملوا فيها حاجه؟ المهم يعني شكيت في الامر. لكن الميه اللي على الشمال دي على طول داخلها ميه من النصرانيه، فداخله بسمكه. خلاص. طيب اذا دلوقتي ايه الموضوع؟ دلوقتي الميه اللي على اليمين يا جماعه هتلاقيها مليانه سمك وهتاكل، مليانه سمك وهتاكل، والميه اللي على الشمال طبعا بتاكل. فمعاكم الميه دي المره دي، روحوها واستمتعوا بيها، بس خلي بالكم بقى، خلوا العربيه تقف بره وادخلوا على رجليكم، مش هتدخل كتير يعني. في حتت كده طبعا لو في زحمه هتحصل مش هتعرف توقف عربيتك كلها في الطريق، لان الطريق يعدي عربيه واحده. خلاص. انما في مناطق كده تقدر تحط عربيتك هنا، تحضنها هنا، تحضنها هنا. المهم اتعاملوا بقى، المهم ما تزعلوش الناس هناك، الناس هناك طيبين، ناس محترمين. فيديو رقم 3، وانا برضو في الفيديو ده هعمل لك وصف ليها. تمام، برضو من عند كوبري علي سلامه عشان ما حدش يزعل، من عند كوبري علي سلامه. بعد بس اليومين دول ما يعدوا انا هبدا اوصف لكم يا جماعه عشان تبقوا عارفين، هبدا اوصف لكم ازاي تدخل المزارع تاني. انا عاملها قبل كده، هعملها تاني في فيديوهات جديده، لان في ناس بتسال على حاجات انا عاملها، فهعملها تاني معلش، بس بطريقه تانيه مختلفه لكل منطقه. تمام، عشان بعد كده لما اوصف ركز زي ما عملت لكم زمان مداخل النصرانيه، عشان ادخلك على الميه دي، وعشان ادخلك على الميه دي من اتجاهها والميه دي من اتجاهها. انا والله العظيم عايز اسهل عليك، والله ما عايز اتعبك. كده كده بتتعب وكده كده انا بتعب، كلنا بنتعب، بس والله العظيم انا بعمل الموضوع ده بحب اقسم بالله. فانا عايز اريحك على قد ما بقدر، اللي اقدر اعمله والباقي عليك. تمام. حته كمان الناس اللي بتروح تصطاد ما تجيبش سمك. النهارده يا جماعه جالي فيديو او جالي تصوير، واحد كلمني من على الميه وقال لي الميه ممنعه، الميه كانت حلوه جدا، كلمني على الواتس قال لي الميه حلوه جدا جميله جدا، بس ممنعه بقى لها ساعتين. بصيت في الساعه لقيتها يعني كانت 2 وشويه يعني، حلو كده. المهم واخد سمك، قلت له انت معاك سمك؟ قال له انا خدت سمك من ده على ده. فالمهم قلت له صور لي السمك ابعته لي، فصور لي الراجل محترم، صور لي السمك وبعته لي، وانا بعته نزلته على الجروب عندي. تمام. المهم يعني انا عايز اقول، ففي حد تاني علق لي في الجروب وقال لي انا ما خدناش وكده، وحتى الراجل التاني قال لي كان في زحمه وناس مشيت واحنا بس اللي فضلنا على الميه وكده. قلت له استنى، الميه هتاكل معاك اخر النهار. هو قال لي الميه علت. تمام. طبيعي انتوا عارفين تعلى تنزل فهتمنع يعني، انا مش هعمل ايه انا يعني في الموضوع ده. طيب وبناء عليه الناس اللي ما خدتش سمك والناس اللي راحت ما خدتش سمك، انا يا جماعه لو واصف ميه او واصف مكان ل 100 واحد وال100 واحد راحوا و99 ما خدوش، واحد خد، واحد بس اللي خد، يبقى انا كده عملت اللي عليا، انا كده معلومتي صحيحه. في واحد خد، انا كده معلومتي صحيحه. تمام. المهم انا عايز اقول لكم ان انا والله العظيم انتوا عارفين ان انا دغري معاكم. خلاص. مش هقول لك على مكان تروح وتيجي من اخر الدنيا وتروح تتبهدل، وبرضو انا مش بحمي نفسي وان انا اقول لك لا انت ممكن ما تاخدش وممكن تاخد لا، انا عارف انك هتاخد سمك، انا عارف انا بعتك فين. خلاص. ان شاء الله رب العالمين المرات الجايه هتروحوا اماكن خطيره جدا، والله ان شاء الله رب العالمين، ان شاء الله رب العالمين. لازم الكل يتلاقى في المزارع ويسلم على بعضه ويقول انا جاي عن طريق وائل عطيه. انا اخوكم الصغير وتحت امركم، وانا بعمل الموضوع ده حب، وانتوا اللي حببتوني في ده بسبب فضل دعاكم، وانتوا ناس محترمين وانا بحبكم كلكم اقسم بالله. خلاص. هوصف لكم الدخله بتاعه الميه اللي بره بتاعه علي سلامه، وبعد كده هنزل لكم فيديو تاني في ميه جوه في علي سلامه،
مستخبيه. اه والله مستخبيه وحلوه جدا جدا جدا، ومش ميه واحده، هي ميه مستخبيه ومعاها ميه مش مستخبيه. الميه اللي مش مستخبيه دي ليها طريقه اكل وفيها بوري، تمام، وفي ميه وراها ليها داخله من قدام لكن هتحرمك من ميه كده. المهم يعني منطقه حلوه، هقولها لكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي واخواتي الصيادين، اهلا وسهلا بيكم. بصوا يا جماعه، انا واقف دلوقتي في علي سلامه، في منطقه علي سلامه، تمام. المكان اللي انا واقف فيه ده يا جماعه، انا كنت نزلت له فيديو زمان، كان برقم 3، فيديو رقم 3، تمام. كنا بندخله من عند الكوبري الرابع، وبندخل يمين وبنلاقي في قدام شويه جامع مهجور قدامه ميه، وفي ميتين تانيين بندخل بينهم اللي هم دول، تمام. بص يا رجاله، الناس اللي عارفه الميه دي زمان، الميه اللي قدام الجامع المهجور خلاص ما بقتش شغاله، تمام. والميتين دول بقى خدوا بالكم، السنه دي كان دايما ناس كتير تكلمني عنها، اقول لهم ما تروحوش ما تروحوش. ليه؟ الميه اليمين دي يا جماعه، الميه دي انا جاي من هنا، انا داخل من هنا، تمام. الميه اليمين دي اللي على اليمين دي كده وامتدادها لحد الاخر خالص كانت نشفت يا جماعه، ما عادش فيها ميه نهائيا، لانهم كانوا بيحجروا الطريق بره، وبعدين كانوا موقفين المدخل اللي بيدخل الميه دي ما كانش بيدخل. الميه الشمال دي هي اللي ميتها داخله عادي خالص وجايه من بره خالص من عند النصرانيه، تمام. وهي دي الميه اللي على الشمال دي اللي فيها سمك من يومها، ومليانه سمك لحد النهارده، سمك محترم محترم محترم، تمام. من حوالي شهرين بالظبط، تمام، الميه اللي على اليمين دي دخلها ميه، تمام. وانا عارف بس مرضتش اتكلم خالص، لان الميه اللي داخله دي ممكن تكون داخله من غير سمك، عشان في مكنه رفع قدامنا اهو هترفع من غير سمك لان فيها مصفى، تمام. فانا طبعا قلت استنى لحد ما اشوف الدنيا فيها ايه. طبعا هو داخلها برضو، دخلها ميه من الناحيه اللي هناك. المهم يا جماعه، الميه اليمين دلوقتي فيها سمك. انا دلوقتي وانا ماشي معلم معايا سمك في الميه، في الميه اليمين، وبرضو انت معاك الميه الشمال. الميه الشمال ديت في مثلا حته زي دي كده، الحته دي انا اقول لكم ايه، والله مليانه سمك، مراكب مليانه سمك، شايفين التدويم اللي فيها؟ يعني هي ما فيهاش ميه، فاضيه، لكن مليانه سمك، بتاكل بتاكل بتاكل. طبعا قدام نفس الكلام في الميه الشمال دي يا جماعه، اللي هي على الشمال دي، تمام، بتاكل كويس جدا. فاعرفوا بقى دلوقتي ان المية دي بتاكل، واللي عايز يجي ان شاء الله ربنا يرزقه ان شاء الله، تمام. وانا هحاول انزل على الدور ده والله، اشوف الدنيا بقى ايه. انا مش جاي المكان ده، بس هنزل 5 كده، بص شوف الدنيا فيها ايه. لو طلعت حاجة هصورها، لو ما طلعتش خلاص، لكن هي فيها سمكة، تمام. يلا ربنا يرزق الجميع يا رب. وانا هوصف لكم، هدخلكم منها تاني، يعني هقول لكم تدخلوا ازاي من عند الكوبري، تمام. سلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا رجاله نبدا. ده كوبري علي سلامه يا جماعه، ودي السكه اللي بتودينا تدخلنا جوه المزارع، عند جامع القدس والمتاهه والحتت دي، تمام. هنا في حداد زي ما قلنا برضو عشان تبقى عارفه. وده الكوبري. احنا طبعا متعودين ان احنا بندخل كده على طول، لا بصوا يا جماعه، احنا هنقف على الكوبري كده بالمنظر ده، وهنعدي ونخش كده، تمام، كاننا طالعين بره على الدولي، كاننا طالعين بره على الدولي. هنمشي هنمشي هنمشي، حاجه بسيطه، حاجه بسيطه خالص. هنمشي فيها يقابلك محلات كده وبيوت وكلام من ده، هتمشي مسافه مش كتير لحد اخر بيت يا جماعه. بصوا انا هوريك اخر بيت اهو، دول مفيش بعد كده بيوت اهي، كده فاضيه اهي، تمام. ده الجامع المهجور اهي، ودي الميه اللي كانت اتلغت، يمكن شغلوها الله اعلم، بصوا عليها يعني. بس ده الجامع المهجور، شكله اتهد يعني، الله اعلم برضو. المهم الدخله اهي يا جماعه. يبقى انا كده وضحت لك الامور، افصلها لك بقى. هنقف على الكوبري ونعدي نمشي كده، هيبقى الاسرائيلي ده على يمنا والبيوت دي على شمالنا. هنفضل ماشيين 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 لحد ما نلاقي اصلا مدخل اصلا واضح اصلا كمان، يعني هيبقى الوحيد المدخل الموجود هو ده. المنطقه دي واسعه، انت ممكن تركن عربيتك هنا عادي، تمام. البيت ده لونه اخضر كده. فينا اهو برضو اوضه كده فيها مكنه رفع يا جماعه، مكنه بترفع الميه،
في الحته دي بالظبط، انا ايدي عليها كده. خلاص، انت هتدخل كده بين الميتين، دي رفيعه بس مش هتصطاد فيها من هنا، انما دي انت ممكن تقعد عليها من هنا. تمام، بس من جوه افضل يعني. هتمشي 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 عادي، معاك دي ومعاك دي برضه. هتمشي 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 لحد ما تلاقي الايه، يمين وشمال. ده لو احنا رايحين عند الجامع او جايين من عند الجامع المهجور. ما علينا يعني، ممكن تركن عربيتك كده كده، المهم يعني ايه، خليها بره احسن. ادي الميه وادي الميه. دي الميه اللي كانت منشفينها يا جماعه واتملت ميه ومليانه سمك دلوقتي، ودي الميه اللي هي ايه، اللي على الشمال اللي ميتها جايه من النصرانيه. تمام، دي واخده من النصرانيه ومن بره، ودي واخده من النصرانيه فقط. ماشي يا جماعه، يعني الميه دي مصدرها نصرانيه، الميه دي مصدرها نصرانيه ومن بره، عن طريق المكنه اللي انا قلت لكم عليها، بترفع ميه بتدخل ميه، وفي ميه داخله من جوه برضو بتاعه النصرانيه، ودي ميه جايه من النصرانيه. دي السكه دي هتعدي عربيه واحده يا جماعه، يعني مش هتنفع تركن عربيتك هنا، موتوسيكل ماشي انما عربيه لا. معاك الميه دي ومعاك الميه دي. دي سمكتها ضخمه جدا وسريعه جدا لما بتاكل، وبتبقى في اول الغمزه تقيله وبعد كده بتاكل. ماشي يا جماعه، سمكتها كبيره، ودي ما شاء الله عليها. الميتين دول 10/10، الناس اللي راحوهم اكيد عارفينهم يعني. خلاص معاك. بصوا يا جماعه، ماشي 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 لحد هنا كده، وقف. ما تكملش بقى يا جماعه، عشان الناس اللي هنا مش هتخليك تقعد هنا. خلاص، هي ما فيش حاجه ميزه هنا، بس هما مش بيحبوا حد يقعد هنا، فخليك ايه في اول وصله الطويله اللي هي ورا دي. خلاص، سهله. يلا، والفيديو رقم 3 فيه توضيح برضو للمكان ده. خلاص، سلام عليكم.